السلام عليكم عائلتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وربي يخليكم لينا. اليوم غادي نقدم لكم لاطارت تفاح كتجي رائعه، نتمنى انكم تجربوها. وشكرا للناس اللي كيجربوا الوصفات ديالي، اللي كيرسلوها لي عبر الانستغرام ديالي وكذلك عبر لاباج فيسبوك ديالي. دونك اليوم غادي نقدم لكم لاطارت كتجي رائعه. عندنا ياغورت فاني، عندنا 140 غرام ديال الدقيق، عندنا 100 غرام سنيده، عندنا 3 البيضات، وعندنا 5 تفاحات. بالنسبه للاطار ديالنا غادي نديروها في هذا المول، فلو شوا كيبقى لكم، يعني الاختيار كيبقى لكم بالنسبه للمول، وخليكم مع الطريقه. بالنسبه للطريقه ديالنا فهي جد سهله. غادي نديرو دابا البيض، يعني البيض مع السنيده يتميلونجي لينا مزيان. غادي نقطع لا فيديو باش ما تسمعوش يعني الصداع ديال البيتخا، يعني غادي نميلونجو دابا باش ما تسمعش لينا الصداع ديال البيتخا. خليكم معايا. بعد ما طلعنا لاباري ديالنا، طلعنا البيض مع السنيده، دهنا المول ديالنا ودرنا فيه التفاح، يعني سرحنا فيه التفاح. دونك غادي نضيف الدقيق. بقاو مع الطريقه. دابا غادي نضيفو الدقيق ديالنا، غادي نميلونجيو يعني بشويه بشويه باش ما طيحش لينا لاباري ديالنا، شويه بشويه. خلط غير شويه شويه. دابا غادي نضيفو الياغورت ديالنا ديال الفاني. اللي بغا يدير الفاني فاختيار كيبقى ليه. وغادي نخلطو بشويه بشويه باش تميلونجي لينا الياغورت مع لاباري ديالنا. بعد ما دهنا المول ديالنا، وضروري اننا خصنا ندهنو المول ديالنا، ايطالينا التفاح ديالنا، وابخي نزلنا لاباري فوق من التفاح. دونك غادي نشعل لكم الفران، وغادي نوريكم طريقه الطهي. بعض الناس كيقول لي يا خويا المهدي الفران ما تنعرفوش ليه. انا غادي نوريكم دابا الطريقه ديال الفران، وغنشوفوا لاطارت ديالنا كيفاش غادي طيب. بقاو معايا. بالنسبه للفران ديالي غادي نريقلو على 150 درجه، ما نخليش يسخن بزاف، ونخليه يسخن غير شويه، يعني لمده 4 دقائق. وغادي ندخل لاطارت ديالي. بقاو معايا. بعد ما سخن لي الفران ديالي غادي ندخل لاطارت ديالي او ميليو، يعني ما غنديرهاش لتحت ولا الفوق، غادي ندخلها للوسط باش طيب ليا من الفوق ومن التحت. كنتمنى هاد الوصفه انكم تجربوها، وكتجي رائعه جدا هاد لاطارت هادي. دونك غادي نخلوها طيب، وفي الاخير غادي نشوفوا النتيجه ان شاء الله. دونك هذه هي النتيجه ديال لاطارت ديالنا، فهي كتجي رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه لا ديكوراسيون درت لها الناباج، كيعطي واحد البريون رائع. هي تحمرات من التحت ولا من الفوق، يعني بالنسبه للديكوراسيون كيبقى لكم. دونك ما تنساوش لي جيم بارطاج، ومرحبا الناس اللي باغيين يتعلموا مجانا. فاش عاري دائما هو التعلم مجانا، وهذه ديما كنقولها، اي واحد في قلبه حاجه ديال الخير ربي يوفق عليه. دونك انا غادي نقطع واحد تريونغل، وغادي نديرو في لاسيت، وغتشوفوا لا ديكوراسيون بالسينيماتيك. بصحه وراحه.